جايب لك موبايل تحت ال 10000 جنيه برميه في المايه المغليه واغرقه واكسره واكمل لعب عادي جدا. الريلمي سي 85 مش مقاوم للمايه كده وخلاص، ده جايب معيار حمايه اي بي 69 برو، يعني يتحمل معاك 36 نوع من السوائل، مايه مغليه لحد 85 درجه، وتقدر تسيبه 60 يوم في عمق 6 متر، وحصل على شهاده من موسوعه جينيس كاكتر موبايل اتعمل عليه اختبارات سوائل. والموبايل ده ما تخافش يقع منك، حصل على شهاده عسكريه في مقاومه الصدمات، وبيستحمل الضغط لحد 25 كيلو ولا هيحصل له حاجه. برغم ان هو موبايل اقتصادي الا ان فيه بطاريه عملاقه 7000 ملي امبير، وهتصمد معاك يوم والتاني والتالت بشحنه واحده، مع شحن سريع بقدره 45 واط. والجميل ان ريلمي بتحط لك الشاحن في العلبه، وعشان سلاسه واجهه ريلمي تكمل الشاشه جايه 144 هرتز، وسطوعها ممتاز بيوصل لحد 1200 نتس. هتشوف كل المحتوى اللي انت عايزه تحت اشعه الشمس المباشره. ريلمي سي 85 جايب معالج اقتصادي اداؤه الى حد ما تمام، سناب دراجون 685، هتقدر تلعب ببجي على 40 فريم. ريلمي سي 85 بالنسبه لي باكج حلوه جدا، وخاصه للناس اللي عايزه موبايلات بتستحمل وتعيش، ونازل بسعر 9999 جنيه. والمفاجاه ان ريلمي اخيرا عملت باور بانك بيجي بسعه 20000 ملي امبير بديزاين في منتهى الشياكه والروشنه، وبيدعم الشحن السريع بقدره 45 واط بتقنيه الباور ديليفري. يعني باختصار لو معاك ايفون هتقدر تشحنه بالباور بانك ده 4 مرات، وكمان جاي بسعر مميز جدا 1799 جنيه. بعد الفولو واللايك ما تنساش تكتب لنا ايه اكتر ميزه عجبتك في الريلمي سي 85.